السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم احمد عبد الغني، والنهارده موضوعنا هو معايرة البي تي 650 ام 01. طبعا ده عداد راكب في محطة. كانت جات لي رسالة من اخويا عبد الرزاق من الجزائر، بيطلب الدعم والمساعدة ازاي بنعاير او نخش نعمل كالبريشن معايرة للعداد البي تي 650 ام 01. انا عايز بس ايه ان نكون عارفين بس ان ده الموديل بتاعي. طبعا نوع العداد صيني. الزيرو وان دوت بيدل على ان انا عندي الشاشة بتاعتي او الديسبلاي بتاعتي سنجل ديسبلاي، يعني ما اقدرش اعرض غير حاجة واحدة بس. طبعا لو كان 02 كان هيبقى مالتي ميجرمنت، يعني اقدر احط فيه اكتر من قراية في نفس التوقيت، او اشوف اكتر من عداد، سوري، اكتر من ميزان في نفس التوقيت. انا الزراير المهمة بالنسبة لي هي الاي، وزي ما هنعرف مع بعض شوية، ده الاي دي الانتري او الانتر، والام اللي هي المود، والزرار اللي هو السحب على اليمين ده الشيفت، وده الانكريمنت. تعالى نعرف الفروقات مع ايه هو الاي والام والشيفت والانكريمنت. الانتر كي اللي هو الاي، ده لما بدوس عليه وقت ما بعمل اي تغيير في اي حاجه جوه في البارامتر بتاعه العداد، بدوس على الانتر عشان اقدر اسيف الداتا اللي انا غيرتها او ان انا عدلتها. المود، من خلال المود بقدر ان انا اقدر اوصل للمودز المختلفة في البارامتر اللي موجودة جوه العداد. الشيفت، انا عندي الشيفت ده عبارة عن لو انا عندي مثلا ظاهر لي مثلا 9، وظاهر لي 0، وظاهر لي 0، وظاهر لي 0، وعايز مثلا انا واقف هنا وعايز اروح مثلا الرقم ده اعدله واخلي بدل ما هو 0 اخليه 9، فانا ببدأ ادوس على الشيفت عشان يبدأ يحركني من التسعة اللي في الأول هنا عشان أبدأ أروح للرقم ده عشان أبدأ أغيره من 0 أخليه مثلا 9. ده وظيفة الشيفت. وظيفة الانكريمنت، أنا النهاردة وصلت من التسعة للزيرو، عايز بقى أنا واقف هنا، وقوفي هنا ده بيبدأ ينور ويطفي مع إن أنا واقف على الرقم دوت، فعايز أوصله 9 أبدأ أدوس على الانكريمنت عشان يبدأ يزود لي 1 2 3 4 لحد ما أوصل للرقم اللي أنا عايزه وهو 9. عندي العداد البي تي 650 ام 01. عندي هنقول بقى في 4 بارامترز مهمين جدا، كل بارامتر فيه جواه شوية سيتنج في غاية الأهمية، واللي يهمني النهاردة اللي أنا أشتغل عليه هو الكالبريشن داتا. ده اللي هنتكلم عليه، ازاي أصلا أوصل أخش جوه هنقول مثلا البارامتر دوت او النوع من الداتا اللي هو الكالبريشن، عشان اقدر اخش على القائمه بتاعته، واللي عباره عن 3 حاجات. الزيرو عشان اظبط الزيرو بتاع الميزان بتاعي طبعا بدون حمل، وابدا اظبط السبين هي من 1 ل3، واعتقد محتاجش ان انا اظبطها. انا المهم عندي ان انا احط السبان بتاعي اللي هو الوزن الفعليه اللي على الميزان. طبعا احنا عارفين في اي معايره اول حاجه ان انا بخش الميزان بيبقى 0، ببدأ إن أنا أصفر الميزان بتاعي وأتأكد إن العداد عندي ظاهر 0، وبعد كده أبدأ أخش أحط مثلا وليكن 50% أو 90% أو حتى 100% من الفول كاباسيتي، الأوزان بتاعتي بتاعت الميزان. فول كاباسيتي من الميزان يعني الميزان لو بيشيل مثلا طن أحط مثلا الطن، أو أحط 800 كيلو، وأبدأ إن أنا أخش على كالبريشن وأبدأ أعدل السبان بتاعي من الرقم اللي هو فيه لحد 800 قراية اللي موجودة عندي على العداد. طيب ايه الخطوات اللي هنتم عشان نقدر نوصل للكالبريشن؟ الكالبريشن عندي هنا ده الشكل دوت اللي انا عايز اوصله، دي القائمه اللي من خلالها او البارامتر اللي من خلالها بخش جواه، ببدا ده معناه الكالبريشن. CA1 او L ده معناه الكالبريشن. اول حاجه بدوس على الاي والانتر مع الشيفت مع الانكريمنت في نفس التوقيت، هيظهر لي ال CA1 دي معناها الكالبريشن او القائمه بتاعت الكالبريشن.
بنبدأ نضغط على الام المود لحد ما يظهر لي الايرور دوت. وبعديه ببدأ ادوس على الام، هيظهر لي الزيرو، واصفر العداد بتاعه، اتأكد ان العداد زيرو تمام ومية مية، وابدأ ادوس انتر، وابدأ ارجع تاني ادوس على المود عشان ارجع تاني للقائمة الرئيسية بتاعتي عشان اتأكد ان العداد بتاعي بقى زيرو. بعد العداد ما بقى زيرو، هرجع تاني ادوس على الاي الانتر والشيفت والانكريمنت، وابدا اوصل للقائمه البارامترز بتاعت الكاليبريشن المعايره، وادوس على المود، ابدا اخش على الايرور وادوس على المود تاني زيرو، افضل دايس على المود لحد ما يوصل لحد لما اروح على الاسبام. ساعتها بيكون عندي حمل على الميزان مثلا طن او 500 كيلو ايا كان الوزن اللي عليه، وابدا اغير الرقم اللي موجود عندي في السبام للرقم اللي موجود على الوزن الحقيقي اللي موجود على الميزان بتاعي. وبعد كده هسجلها وادوس على مود، طبعا ادوس على انتر سيف، وابدا ادوس على مود عشان ارجع تاني للقائمه الرئيسيه بتاعتي والشاشه بتاعتي، واللي هلاقي عليها ساعتها القرايه بتاعت الاوزان بتاعتي. طبعا العداد هو مش قدامي فعلي، ولكن دي الداتا اللي قدرت ان انا احصل عليها. فانا بطلب من اخويا عبد الرزاق ان هو يبدا يجرب الخطوات دي، وان شاء الله يكون فيها يقدر يعاير بيها الميزان بتاعه، وتكون دي الطريقه المثلى ان هو يبدا يعاير الميزان بتاعه. ولو في اي مشكله تواجهه يبدا يرسلني، وان شاء الله باذن الله يقدر بعون الله ان هو يعاير الميزان. هنروح بقى نشوف فيديو، كان بعت لي فيديو كده بيوضح ازاي نتعامل مع الميزان، ولكن الفيديو لا يرمز لشيء. يعني هو الفيديو مجرد بس ان بتشوف العداد وعلى الطبيعة كأنه قدامك، وبتشوف ازاي بنقدر ان احنا نتعامل معاه عشان الاستفادة تبقى بشكل اكبر وبشكل قوي. يلا بينا نشوف الفيديو، وان شاء الله باذن الله اشوفكم في معلومة جديدة خاصة بأي حاجة ممكن تبقى تتبعت لي عشان خاطر يبقى فيه استفادة للجميع. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.